أماكن الطبيعة. قد يصادف في كثير من الأحيان عند زيارة الأماكن الطبيعية كالحدائق العامة والبحار بعض السلوكيات البشرية السلبية في التعامل مع هذه الأماكن الطبيعية بكل قسوة وإهمال، وقد يكون دون شعور ووعي منا. فيا ترى ما الذي ينبغي علينا فعله عند زيارة تلك الأماكن؟ ما ينبغي علينا هو النظر إلى المكان كالنظر لقصر مشيد أهدي لك لأول مرة، استنشاق الهواء المتناغم مع حركات الأشجار وأصوات البحار بشهيق طويل وزفير أطول. شكر الله تعالى على تسخيره هذا الكون وما يحتويه من جمال لنا، استشعار عبودية التأمل في مخلوقات الله الطبيعية، استشعار نعمة إيجاد مكان عام يتنزه فيه البشرية، عدم دهس العشب والأشجار والأزهار والتعامل معها بقسوة، الابتعاد كل البعد عن الدخول إلى الحدائق والأماكن الطبيعية والخروج منها بغير وعي ولا استشعار، وكأنها مجرد جماد لا نشعره ولا نقدره. التعامل مع الطبيعة على أنها مخلوق من مخلوقات الله تعالى التي لها حق علينا. وضع بصمتك في المكان بتركه أفضل مما كان. احترام قوانين المكان لأنه احترام لدولة المكان. ترديد عبارات عميقة مع النفس مثل قول أنا ممتنة لك يا الله حيث أوجدتني في هذا المكان، أنا أشعر بالسعادة لكوني هنا. النظر إلى كل زاوية من المكان الطبيعي بتأمل واع لإبداع بديع الأكوان. لمس الورود وأغصان الأشجار كالمسح على رأس طفل بحب وسلام. كلمات وإلقاء رباب الشامي.